حضر خوذك يا صاحبي عشان هاخدك في اكبر كارثه نفطيه في التاريخ. في يوم هادي البحر ساكن والسما صافيه، والعمال فوق منصه ديب ووتر هورايزن بيشربوا قهوتهم وبيهزروا وبيضحكوا عادي. محدش فيهم كان عارف ان على بعد كام ساعه نفس البحر ده هيولع، وان المنصه اللي مفروض تطلع دهب اسود هتطلع جحيم اسود بعيد عنك. ايه زي ما سمعت كده. المنصه دي كانت تحفه هندسيه قيمتها وصل لنص مليار دولار. تخيل كده جراج عايم في نص البحر بيحفر في عمق اكتر من 1500 متر تحت السطح، وبعدين يحفر كمان اكتر من 5 كيلو متر جوه قاع البحر نفسه. يعني الناس دي كانت بتدق على باب مركز الارض، او بمعنى ادق كانوا بيقولوا للارض هتطلعي الفلوس اللي انت مخبيها ولا هنكسر عليك الباب. التكنولوجيا اللي كانوا بيستخدموها اسمها الحفر البحري العميق، ديب ووتر دريلينج. ببساطه بيعملوا حفره في قاع البحر وبيدخلوا انبوب معدني اسمه رايزر، والانبوب ده بيوصل البئر بمنصه الحفر فوق. الزيت والغاز اللي طالعين من تحت بيعدوا جوه الانابيب دي. المفروض ان في جهاز ضخم اسمه صمام مانع الانفجار، بلو وات بريفنتر، بيتحكم في الضغط ويقفل البير لو حصل تسريب او خلل. يعني كانه زرار الطوارئ بتاع الجحيم، بس لما احتاجوه للاسف كان مأجز. بس المشكله ان هم اختصروا خطوات الاختبار. الاسمنت اللي كان قافل البير كان ضعيف والضغط زاد بسرعه، وصمام منع الانفجار اللي احنا كنا لسه متكلمين عنه فشل في اغلاق البير يوم 20 ابريل 2010. العمال لاحظوا ان الضغط بيرتفع بسرعه، لكن الشركه البريطانيه بي كانت مستعجله. خلص الحفر بسرعه، اليوم بيكلفنا مليون دولار. فقرروا يتجاهلوا الاختبارات اللي كانت ممكن تمنع الكارثه. الاختبارات دي كانت اسمها اختبار الضغط السلبي، نيجاتيف بريشر تيست، والمفروض تتاكد ان الاسمنت اللي بيقفل البير ماسك كويس. لكن النتيجه كانت غريبه، الضغط مش طبيعي، والعمال قالوا نرجع والشركه قالت كمل. الاسمنت فعلا كان ضعيف والغاز الطبيعي بدا يتسرب من تحته، والانبوب اللي طالع فوق بقى مليان بخار قابل للاشتعال. المنصه كلها بقت ولاعه عائمه على البحر. الساعه كانت حوالي 10 الا ربع بالليل. الغاز طلع بسرعة من البير وصل للسطح، والمصيبة اختلط بالهواء. ولما عدى على موتور المولدات للأسف الشرارة اشتعلت. أنا مفيش في إيدي حاجة بعد كده. يعني المنصة كانت قاعدة فوق قنبلة غازية مستنية اشعال. البحر اللي كان ساكت اتقلب نار. الانفجار حصل في لحظه. الغاز طلع من البير بسرعه، عدى على المولدات اللي فوق المنصه. اول صوت كان زي الرعد، بعده بثواني النيران كلها غطت السماء. المنصه اللي كانت من شويه بتطلع بترول دلوقتي بتطلع ارواح. العمال حاولوا يهربوا، بعضهم نط في البحر وبعضهم اتقذف من الانفجار نفسه. 11 راجل ما رجعوش تاني، اسمائهم اتحفرت في الذاكره، لكن الشركه كانت مشغوله تحفر في الميزانيه. البحر غطى اجسامهم زي ما غطى الحقيقة بعدين، وبعد 36 ساعة من الجحيم المنصة كلها غرقت بالكامل. البير اتفتح على مصراعيه وبدأ يفرغ أكتر من 60 ألف برميل نفط في اليوم الواحد. في أسابيع أكتر من 4.9 مليون برميل اتكبوا في خليج المكسيك. الطيور اتغطت بالزيت، السلاحف غرقت، والساحل بقى عامل زي لوحة فنية رسمها فنان عنده اكتئاب. جلسات التحقيق بقى فيها تبادل التهم زي ماتش تنس. الشركة تقول ده خطأ المقاول، والمقاول يقول البيانات ناقصه، والبحر كان قاعد بيسقف من بعيد برافو يا عباقره، كلكم كسبتوا وانا الوحيد اللي خسرت. وفي النهايه شركه بي دفعت اكتر من 60 مليار دولار غرامات وتعويضات، مبلغ كفيل يبني 120 منصه جديده، او منصه واحده بس يبقى فيها ضمير. الحادثه دي بقت تدرس في الجامعات مش كاعجاز هندسي، لكن كتحذير مكتوب عليه لو لعبت بالنار في اعماق البحر ما تستناش تطفيها بايدك. العلم قال ان السبب كان ضغط وحراره وغاز، بس الحقيقه السبب كان طمع، والبحر ما بيغفرش للطماعين. والقصه دي خلتك تفكر او حتى تقول الناس دي مجنونه؟ دوس لايك واعمل اشتراك، ولو انت على الفيس تابعني علشان اللي جاي اعمق من 1500 متر ومش كله طين وبترول.